قبل ما نروح للفاصل في لقطة حصلت من 3-4 أيام، بس الأهم ما فيها دلوقتي هو ردود الأفعال. سبحان الله، بعض الحوادث بتحصل كده علشان تدي جرس إنذار كده الناس تفوقهم. منذ 4 أيام توفي أحد لاعبي كرة القدم الفلسطينيين، وهو كان مشهور شوية، اسمه كان سليمان العبيد، وكانت شهرته لأنه كان حريف ومهاري وبيرقص وكرته حلوة، فكانت شهرته بيليه فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل عشاق نسر التحليلي. منذ 4 أيام توفي أحد لاعبي كرة القدم الفلسطينيين، وهو كان مشهور شوية، اسمه كان بيليه فلسطين. وواضح ان الأوساط الرياضية العالمية كانت عارفاه ومسمياه كمان سليمان العبيد بيليه فلسطين. سليمان العبيد مات من 3 أيام أو 4 أيام. مات ازاي بقى؟ هو ده الأهم. مات وهو واقف في الطابور مستني دوره في المعونات، دوره في الأكل. هذا النجم الكبير اللي العالم عارفه ومسمينه بيليه فلسطين، في النهاية هو فلسطيني، وزيه زي أهله بيعانوا من الجوع اللي عملاه إسرائيل، والحصار اللي عملاه إسرائيل، والإبادة الجماعية اللي عملاه إسرائيل. فقتلته إسرائيل وهو في الطوابير مستني دوره في الغذاء والمعونات والمساعدات وكذا. فبقالنا يومين في حالة انتفاضة، بس مش انتفاضة الحجارة ولا انتفاضة فلسطين، لا، انتفاضة من مشاهير الكرة في العالم تضامنا مع بيليه ومقتل بيليه والقضية الفلسطينية. أولهم ابننا محمد صلاح. محمد صلاح أرى بوست الاتحاد الأوروبي، أعتقد اليويفا، مش كده؟ الاتحاد الأوروبي بيعزي فيه وبينعي فيه سليمان العبيد، وبيقول إنه مات سليمان العبيد واحد من كذا وكذا وكذا وكذا. هات لنا عشان نبص على الشاشة كويس. ادي البوست بتاع اليويفا. اليويفا ده اللي هو الاتحاد الاوروبي لكرة القدم. فارويل تو سليمان العبيد، يعني الاتحاد الاوروبي لكرة القدم قايل وداعا سليمان العبيد بيليه فلسطين، موهبة التي الهمت عدد لا محدود من الاطفال حتى في احلك الاوقات، في اظلم الاوقات، اكثر الاوقات ظلاما وحلاكة في السواد. حلو. فمرد عليهم محمد صلاح رد ذكي جدا جدا. قال لهم ايه محمد صلاح بقى؟ قال لهم can you tell us how and where and why؟ يعني تقدروا تقولوا لنا، سيبكوا بقى من العزا والنعي، تمام؟ تقدروا تقولوا لنا ازاي مات سليمان، وفين وازاي، متى وكيف وازاي؟ يعني كتر خيركم ان انتوا بتنعوه بتقولوا موهبة ألهمت الناس بس بالمناسبة يعني تقدروا تقولوا لنا مات ازاي وفين وكان بيعمل ايه؟